السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هل فكرت من قبل بموضوع الوقت بين الأكل والجماع؟ هل للطعام تأثيرا على أدائك في الجماع؟ سنتعرف على أهم هذه المعلومات، لكن قبل الدخول في الموضوع ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا المتواضعة، وجزاكم الله خيرا. من الأمور التي يجب أن تقوم بالتفكير بها قبل الجماع هو الوقت بين الأكل والجماع. فهل يفضل أن يكون الجماع بمعدة مملوءة أم فارغة؟ إن تناول الأكل يعني بدء عملية الهضم، والتي تحتاج إلى طاقة ودم من أجل تحقيقها، وهذا بدوره قد يؤثر على أداء كل من الزوج والزوجة في الجماع، إذ أن تناول الطعام يعني تدفق الدم للمعدة من أجل عملية الهضم، مما يقلل من تدفق الدم إلى القضيب مثلا في هذه العملية، ويقلل من انتصابه أو الحفاظ على الانتصاب. كما أن تناول وجبة كبيرة من الطعام من شأنها أن تسبب التخمة والغازات في بعض الأحيان للمرأة، مما يجعلها تشعر بعدم الراحة في عملية الجماع. إذن، ما هو الوقت بين الأكل والجماع؟ الإجابة تعتمد على كمية الطعام المتناولة بالطبع، ففي حال تناول وجبة كبيرة ودسمه يفضل الانتظار، أما في حال كانت الوجبة خفيفة فلا مشكلة في ذلك. في المقابل، من المهم أن يتجنب الأزواج عملية الجماع على معدة فارغة تماما أو عند الشعور بالجوع، إذ يعتقد بأن الرضا عن الجماع على معدة فارغة يكون أقل من الجماع دون الشعور بالجوع. الأكل والجماع عوامل أخرى هامة بعد أن بينا عامل الوقت بين الأكل والجماع. لابد الآن من ذكر العوامل الأخرى المحتملة التي من الممكن أن تؤثر ما بين الأكل والجماع. يوجد عامل آخر يلعب دورا ما بين الأكل والجماع، وهو طبيعة الأكل المتناول. فعلى سبيل المثال، أن تناول البقوليات والحبوب الكاملة من شأنه أن يسبب الغازات، لذا يفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية قبل ساعة أو 2 من الجماع. من الممكن اللجوء إلى تناول قطعة من الشوكولاتة قبل الجماع، والتي تعمل بدورها على تعزيز مستويات هرمون السيروتونين، والذي يحسن المزاج. أطعمة يمكن تناولها قبل الجماع كما ذكرنا، فإن هناك عوامل أخرى مهمة إلى جانب الوقت بين الأكل والجماع، وهي طبيعة الطعام المتناول. إليك مجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها قبل عملية الجماع. بذور الكتان المطحونة، فبذور الكتان غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية. المحار، يمتاز هذا النوع من الأسماك بغناه بالزنك المهم لعملية الإثارة الجنسية والجماع، حيث يساعد الجسم في إفراز هرمون التستوستيرون المهم للرغبة الجنسية. بذور القرع تماما مثل المحار، فهذه البذور غنية بمعدن الزنك بالإضافة إلى المغنيسيوم والدهون الصحية. الرمان غني بمضاد الأكسدة بوليفينولز، الذي يعمل على زيادة تدفق الدم إلى أجزاء الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.